اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. ربنا يعزكم ويكبر بخواطركم وييسر لكم كل أمر عسير يا رب العالمين. النهاردة كده ملك بنتي هي اللي هتعمل لكم الروتين. في الحقيقة أنا كنت جاية تعبانة طبعا من المستشفى، لأني أنا بشوف كذا دكتور، وبعد كده هقرر إن شاء الله الأصلح ليا هعمله. في موضوع عملية عيني، أنا كنت النهاردة في المستشفى بتاعة الرمد، وكشفت، وان شاء الله كده في اخبار كويسة عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوقف لي ويوقف لكم دايما كده يا رب، ولاد الحلال. فبصراحة مستشفى الرمد محترمة جدا جدا جدا، وفيها استشاريين كبار جدا، وربنا يسهل ان شاء الله في اليومين اللي جايين دولت اسمع خبر كويس ان شاء الله عن موضوع العملية، وربنا ييسر الحال. طبعا هبقى اقول لكم اول باول. كنت جاية تعبانة بصراحة، وما كنتش قادرة اعمل الاكل، فملك بنتي هي قالت لي ايه انا هعمل الاكل. بصراحة انا جبت الحاجات ديت وانا جاية وما قدرتش بقى، كنت خلصانة خالص. فكنت جايبة نص كيلو لحمة مفرومة، وجبت برغل ربع كيلو برغل، و... اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا هقول لكم على كمية الحاجات اللي هي حطيتها على اللحمة علشان تعمل لنا كفتة البرغل. هي حطت 3 بصلات كبار وبشرتهم وصفتهم من المية، وكانت نقعة نص كوباية من البرغل الناعم جدا جدا، لان انا مش هضربها، ما عنديش كبة اضربها فيها، ولا هضربها في خلاط، ولا هضربها في اي حاجة. هعملها كده على هي تعملها على الايد يعني، مش هتتضرب في الكبة. فلازم البرغل يكون ناعم جدا جدا. نص كوباية من البرغل نقعتهم نص ساعة، وبعد كده حطت معلقتين كبار توابل كفتة، كنت جايبها لها برضو من عند العطار عادي، ومعلقتين بقسماط ناعم كده زي ما انتوا شايفين، وحطت ملح وفلفل، وبعد كده خلطتهم مع بعض جامد 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 زي ما بنعمل الكفتة. هي ما حطتش بقى ولا بيضة علشان تربط المكونات ببعضها ولا اي حاجة خالص، يا دوبك حطت البهارات والملح وفلفل بس. قعدت بقى تجمع كل المكونات دي كده وتخلطهم ببعض كويس قوي 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 لغاية اما بقت في ايديها كده ناعمة وما بتلزقش في ايديها. وممكن كمان تحط لها سنة بابريكا علشان تعزز اللون اكتر، بس انا بصراحة ما كانش عندنا بابريكا. وكنت جايبه كمان البطاطا ديت، هي والله غسلتها ونضفتها وخلتها زي الفل، وقامت حطيتها كده في الفرنه بتاعه البوتاجاز، شغلتها على نار عاليه. على بال ما كانت تعمل الكفته كانوا الاتنين استووا وبقوا زي الفل، وطلعوا الاتنين مع بعض يعني ما شاء الله عليها. قالت لي لا خليكي خليكي ما تعمليش حاجه خالص. قلت لها طب استريح واكمل معاكي؟ قامت قالت لي لا خليكي انت بس ايه مستريحه. قلت لها ربنا يهديكي. وقالت لي خلاص انا هعمل الروتين النهارده، لاني انا المفروض كنت انزل الفيديو زي ما وعدتكم، بنزل يوم يوم ويوم لا. وملك هي اللي كانت بتصورني، فدلوقتي ملك هي اللي بتشتغل، فمرام الصغيرة هي بقى ايه اللي بتصورها. كانت واقفة على حاجة عالية كده علشان تعرف تصورها. وانا اصلا والله ما شفتش الكفتة وما شفتش اي حاجة الا وانا بعمل لكم الفيديو في المونتاج. اتفرجت عليه ولقيتها ما شاء الله يعني كانت شغالة ما شاء الله بإتقان، وكانت بتعمل زي بالظبط لما باجي اعمل. هي بس سألتني احط عليها برغل قد ايه، فقلت لها حطي نص كوبايه بس. هي مش اول مره ملك تعمل الكفته، ولا بصراحه يعني بتعرف تعمل حاجات كتير، وعملت الكفته ديت كذا مره لوحدها يعني. الحمد لله، هي الحمد لله الحمد لله في الحته ديت هي عندها استعداد اللي هي تتعلم، لانها كانت بتقف
بتقف جنبي دايما من وهي صغيرة. بتقف دايما جنبي في المطبخ وبتشوف وبتحب تعرف وتتعلم، يعني الحمد لله الحمد لله. ربنا كده يا رب يهدي بناتنا جميعا جميعا يا رب العالمين، ويصلح لهم الحال ويتعلموا كل حاجة بدري وهم صغيرين بيبقى احسن. هي حطت كده فرشة من البصل في الصينية، والطماطم والفلفل، علشان هي هتسويها على البوتاجاز من فوق. احنا بنحبها كده يعني ايه، مش ناشفة. ما كناش عايزينها خالص يعني تدخل في فرن البوتاجاز بصراحة. قالت لي لا يا ماما انا هخليها من فوق، علشان بيحبوها جوسي كده ايه، طرية، ما بيحبوهاش ناشفة خالص. فقلت لها انت بالمرة مولعة الفرنة، حطيها بالمرة مع البطاطا. قالت لي لا خليها كده، هي بتستوي بسرعة، ما بتاخدش حاجة خالص من فوق، يا دوبك تشم النار كده تقوم متشمعة، وعشر دقايق بالكتير وتقوم مستوية. كانت موطية لها العين. هي سابت كده اللحمة شوية، قالت لي خلي البقسماط بقى وكل المكونات كده تشرب من بعض، وعلى بال ما اعمل الفرشة زي ما انتوا شايفين كده. قطعت بقى فلفل حراق وفلفل بارد، ده كله بيتاكل. هي ما حطيتش عليه توابل ولا ملح ولا اي حاجة، لان التوابل اللي في اللحمة هتنزل على الحاجات ديت كلها، على الخضار ده كده هتديله طعم كويس. وممكن كمان شرايح بطاطس او شرايح كوسة زي ما انتوا عايزين. بس بصراحة ما كانش فيه بطاطس ولا كانت الخضار ده هو اللي موجود، فقامت عملته. وما شاء الله كمان هي عاملة كمية كفتة، هي نص كيلو كفتة. عاملة كمية ما شاء الله، طلعت كمية كبيرة، فما كانش محتاج معاها اي حاجة خالص الا بس رغيفين، رغيف العيش والسلطة. ما كانش عندي حاجات السلطة، كان بعتوا جابوا بصراحة مخلل من بره. وعملت هي في الاخر سلطة طحينة، كانت برضو كانت طعمها جميل قوي. هي هنا بتوريكم، بصوا يعني البنت برضو من كتر ما يعني كانت بتقف معايا وكده هوت، فممكن تعمل حركة من بتاعتي ولا حاجة. هي بتوريكم في كل مرة كده، بتوريكم اللي الكفتة ما بتنزلش، هي بتصبع على معلقة، ما بتفرولش على المعلقة. واول لما بتحطها هي كانت فرحانة قوي لما الكفتة يعني ما شاء الله بتاعتها كل مرة بتطلع حلوة، فبتبقى فرحانة. في ناس كبار والله ما بيعرفوش يعملوا كفتة البرغل ديت لغاية دلوقتي، وما بتبقاش ثابتة معاهم، بتفرول وبتفك. حتى لو حطيت لها بيض يمسك الحاجة، لكن هي ما شاء الله حطيتها من غير بيض ومن غير ما تحط اي كميات كبيرة، يعني من اللهم صل على النبي، من البقسماط المطحون ده. يا دوبك هما معلقتين بس، وعملت بصوا ما شاء الله عملت كمية كبيرة جدا، مع اننا كمان مش مكترين البرغل ومش مكترين البقسماط ولا ممكن نزود كمان بصل تاني وهتبقى كويسة برضو. تمام. عملتهم بقى هي كلهم كده اهو، ما شاء الله ما شاء الله عليها، الله اكبر. الواحد بيفرح ببنته كده، وخصوصا بقى ايه لما الواحد بيكون تعبان ويلاقي حد يريحه. قعدت ادعي لها كتير قوي، ربنا يهدلنا يا رب بناتنا كده دايما وولادنا، اللهم امين. طبعا مية البصل اللي هي شالتها على جنب. كان عندي صلصة كده في الفريزر، كنت حطاها في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. ما كانتش جمدت قوي يعني، فقلت لها خدي ايه كام معلقة منهم كده، علشان ده هنسقي بيه الكفتة، عشان احنا هنسويها من فوق عشان ما تتحرقش مننا. حطت شوية توابل وملح وشوية زيت كمان علشان تديها لمعة كده على بسيط، ما حطيتش زيت كتير هي عشان تبقى ملمع بس كده ايه على الكفتة من فوق اهو. هي بقى دهنتها كده من على الوش بالفرشة، والباقي الصلصة ديت حطيتها عليها تستوي منها فيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يهدلنا أولادنا ويهدلنا بناتنا وييسر لهم كل أمر عسير يا رب. ودايما يا رب يوقف لهم ولاد الحلال، ويوقف لكم دايما ولاد الحلال في طريقكم، ويهدي لكم حالكم ويصلح لكم أولادكم،
ويفرحكم دايما كده يا رب، زي ما انتم ما بتفرحوني بكلامكم الحلو في الكومنتات. ربنا يعزكم ويرفع قدركم ويرفع من شأنكم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى يا حبايبي، هي ايه اهي، بصوا زي ما انا ما قلت لكم، دهنت وشها كله كده، والباقي هتحطه علشان يستوي بس كده اهو. حطيتها بقى على البوتاجاز من فوق، وغطيتها وسابتها 10 دقايق، كانت زي الزبدة. يعني ما بتاخدش وقت خالص في السوا على فكرة خالص. اهو بصوا 10 دقايق وبقت فل كده فل. ولو انتوا برضو حابين تعملوا الوصفة ديت، ممكن تحطوها برضو تحت الشواية، بس ما تغطوهاش كده، حطوها مكشوفة تحت الشواية، تاخد لون من فوق، وتزودوا لها شوية كمان كاتشب كده على الوش، هيديها طعم ولون كده. او زي ما قلت لكم تزودوا آه، آه، تزودوا البابريكا، تديها لون احمر. هي بتقول لكم بصوا، فتحت لكم واحده هي وريتها لكم، كانت جميله كده عامله زي الاستيك وبتنط، وفي نفس الوقت كانت البطاطا استوت. البطاطا بديت عشق ولادي كده بيعشقوها عشق، وخصوصا كمان المشويه بيحبوها جدا جدا جدا. وجيبوها يا جماعه اليومين دولت مسكره. زي ما قلت لكم كده، عملت شويه سلطه طحينه، والاكله كان مية مية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.